السحر يعني كلنا في حياتنا بنقابل ان احنا بنشوف شخص بيقول والله انا اتعرضت لسحر، او شخص اصيب بسحر، او شخص عانى من موضوع السحر والسحرة والتعامل مع الاشخاص اللي ممكن نسميهم انهم دجالين. فمن هنا نقدر نقدم دراسة لتاريخ السحر وبداياته، وكمان وصف العلماء للسحر وطبيعته. في البداية كلمة سحر اشتقت من الكلمة اليونانية ماجيا. السحر يعني ماجيك، جه من الكلمة اليونانية اللي هي ماجيا، وهي المراسم أو الطقوس اللي كان بيمارسها الأشخاص الماجو، وجمع ماجو ماجوي، والماجوي تقدر تقول عليهم اللي هم المجوس، ودول كهنة أو سحرة ظهروا في أحد ممالك بابل في العراق، أو تقدر تقول إنهم هم مكانهم هو إيران الحالي. والسحر في آراء العلماء والفلاسفة عن بدايات ليه ظهر السحر أصلا وبداياته، كتير منهم بيرجح إنه السحر بدأ في البداية كديانة، كدين بيلجأ لها الناس علشان يفسروا اللي مش قادرين يفسروه من ظواهر خارقة للطبيعة، وأي حد بيصيبه مكروه بيرجعوا لقوة خارقة للطبيعة، أو تقدر تقول عليه السحر. لكن العلماء بيرجحوا أنه مع الوقت فشل السحر في الوصول بالناس للحالة اللي هم عايزينها، أو تفسير الأشياء اللي مش قادرين يفسروها، فبدأت تظهر الأديان، ثم بدأ يظهر العلم اللي قلل من مكانة السحر، وبدأ الناس يعرفوا أن السحر ما هو إلا عبارة عن بعض الخرافات وبعض الخدع والحيل العقلية. ده رأي بعض العلماء، واللي انتشر بداية من قرون التنوير في أوروبا مع النهضة الصناعية. أما عن بدايات السحر، في آراء كتير إزاي بدأ السحر وبدأ فين. أشهر الآراء إن السحر ظهر في بلاد فارس مع ظهور زرادشت، أو بيقال عليه النبي زرادشت، لأنه في ديانة قديمة كانت ديانة زرادشتية، وزرادشت هو النبي بتاعها. وزرادشت عاش تقريبا قبل 6000 سنة، عاش تقريبا حوالي في 6000 سنة قبل الميلاد، حوالي 6500 سنة قبل الميلاد. ويقال إن السحر انتقل بعد كده لأوروبا عن طريق حملة فاشلة قام بها أحد ملوك فارس، حاول يحتل بها بلاد الإغريق، وانتقل السحر اللي هناك في بلاد الإغريق عن طريق الحملة دي. أول شخص دون السحر، يعني كتب كتابات في السحر، شخص يدعى أستانا، ساحر يدعى أستانا. وأستانا ده كان دائم الترحال، فبالتالي نشر السحر بتاعه في أماكن كتير في العالم. في آراء تانية بتقول لا والله هو السحر ظهر في الأول على إيد ملكين كانوا موجودين في مصر القديمة. وفي برضو آراء مشهورة بتقول لا إن السحر ظهر على إيد حام ابن نوح، حام أحد أبناء نوح، واللي نجا بعد الطوفان. وبيقولوا إنه حام ده خلف ولد اسمه مصريم، اللي هو جات منه اسم مصر، ومصريم ده علم السحر للمصريين، فبالتالي هو بداية السحر كانت في مصر القديمة. وبيقولوا إنه حام ابن نوح ده هو أصلا زرادشت، اللي هو بعد ما نشر علوم السحر بتاعته لابنه مصريم اللي نشرها في مصر، هو زرادشت سافر لبلاد فارس وعمل الديانة بتاعته ونشر السحر هناك. بعض الآراء التانية برضه بتقول لا، إنه بداية السحر كانت مع النمرود الملك الشهير، واللي كان بيتحدى الإله بشكل صريح. والنمرود هو حفيد حام ابن نوح، وهو اتعلم السحر وبقى ماهر فيه،
وفي بعض الآراء بتقول إنه النمرود هو نفسه زرادشت، اللي هو صاحب الديانة الزرادشتية في بلاد فارس. في بعض العصور برضو قالوا لا، إنه بدايات السحر كانت مع النبي سليمان، وعشان كده والأدلة حتى الدينية بتقول إنه بسبب كده النبي سليمان قدر يسيطر على الجن ويسخرهم لخدمته ويعمل مملكته الشهيرة اللي كانت من العظمة. يعني العظمة بتاعتها كانت معروفة لكل التاريخ. لما تيجي بقى تشوف آراء العلماء والفلاسفة في ماهية السحر، يعني هو إيه السحر، بتلاقي آراء متناقضة بمرور التاريخ، بداية من المؤرخين اللي كانوا في العصر القديم، وبعد كده المؤرخين في عصر النهضة في أوروبا، وحتى المؤرخين في العصر الحديث. من أشهر الناس اللي كان لهم رأي في طبيعة السحر ابن خلدون، طبعا العالم المسلم الشهير، وهو بيقول إنه لا، السحر هو عبارة عن إنه الساحر بيجيب صور وخيالات معينة وبيعرضها على الناس اللي بتشاهده، وبيطفي أو بيحط على الصور والخيالات ديت طابع الإدراك الحسي، فبالتالي الناس بيعتبروها حقيقة. أو تقدر تقول إن ابن خلدون شايف إنه السحر ما هو عبارة عن خداع للناس بخفة إيد، بخفة حركة، بذكاء من الساحر، أو بالإيحاء تقدر تقول كده. برضو في عالم اسمه البقلاني، وده عالم كان موجود، عالم مسلم كان موجود في بغداد، وكان ليه رأي إنه والله السحر لا، ده هو برضو مجرد خدع بس مش أكتر. وعلشان يثبت كلامه كان جاب كيس حرير وحط فيه زئبق، فبالتالي بدأ يتحرك الزئبق كأنه حية، فأوهم الناس إنه فعلا في حية موجودة في الكيس. فبالتالي كده هو دلل على رأيه إن السحر ما هو غير خداع للناس وخلق الوهم في عقول الناس. برضو حتى بعد ما مشينا شوية في التاريخ، في العصر الحديث في انجلترا، في عالم كان شايف لا، برضو انه السحر عبارة عن إلهاء وخدع ولعب بعقول الناس، حتى ان هو خرج للشوارع للناس اللي هم بيعتبروا نفسهم سحرة وبيعملوا عروض للناس، وتعلم كل الخدع بتاعتهم عشان يثبت لنفسه ويثبت للناس اللي بتدرس معاه ان هو السحر ما هو غير خدع وإلهاء، وانه التواصل مع الأرواح والتواصل مع الجن والعالم الآخر ده كل ده ما هو إلا تخاريف. ولما مشى الزمن شوية ودخلنا في القرن ال17 وال18، كان ازدهر علم البصريات وعلم المرايا والكلام ده، فبدأت الخدع تبقى أكثر واقعية للناس، وأكثر يعني بتخلي الناس تقتنع بيها أكتر، لأنه بدأوا يستخدموا التكنولوجيا الحديثة. فظهرت خدع زي الصندوق الأسود اللي أنت تقدر تبص عليه من خلال ثقب، فيظهر لك صور معينة أو صور مخيفة، أو حتى صورة لنفسك بتتحرك، فبالتالي أنت الناس بدأت تقتنع أكتر. في العصور اللي بعد كده، لما دخلنا عصور الاستعمار، اللي هي عصر الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية، الدول دي كانت محتلة دول زي إنجلترا، كانت محتلة دولة زي الهند، ودي كانت السحر فيها بيمتلك مكانة كبيرة. وعندك فرنسا كانت محتلة الجزائر، والجزائر كان أو دول المغرب العربي كان بيزدهر فيها جماعة أو ناس اسمهم المرابطين، والمرابطين دول بيعتبروا نوع من أنواع السحرة، وكانوا الناس بيؤمنوا جامد بسحرهم أو كلامهم. فبدأ الدول ديت عايزة تواجه، لأنه في بعض الأوقات كانوا السحرة دول بيقودوا تمردات ضد الدول المحتلة، فكانوا عايزين الأول يكسروا الصورة اللامعة بتاعة السحرة دول، ويعرفوا الناس إن هم دول ما هم غير يعني بيعملوا خدع وكلام من ده. فأحد المحاولات اللي كانوا فرنسا قامت بيها علشان
يعني تكسر أسطورة المرابطين في الجزائر. جابت لهم ساحر فرنسي اسمه هودين الساحر الشهير. وهودين جه في الجزائر يعمل عروض للشعب الجزائري، وكمان منهم مجموعة من المرابطين اللي هم السحرة دول. وهودين كان مش ساحر، تقدر تقول ان هو كان بارع في الحيل السحرية بشكل كبير. فقدم الأنشطة والعروض بتاعته في الجزائر. و زي ان هو جرب ان هو الخدعة اللي هي بيخلي حد يضرب عليه نار من بندقية، والبندقية الرصاصة ما بتعملش فيه أي ضرر، وبعد فترة بيطلع الرصاصة من إيده أو من جنبه على ترابيزة أو من أي حاجة. ففي الوقت ده أحد المرابطين اللي هو بقى كان عايز يثبت للناس للجماهير إن هو لأ، إحنا المرابطين عندنا علم، وإن السحر بتاعنا فعلا علم حقيقي مش علم زائف أو مش خرافات. فقرر ان هو يخلي اللي بيقوم بعملية الضرب بالبندقية عايزه يضرب الرصاصة عليه، لكنه خاف لانه شاف مهارة هودين القوية في الحيل بتاعته فتراجع. ومن هنا كتبت الصحافة في اليوم ده، الصحافة الفرنسية، انه تم هزيمة المرابطين على ايد العولمة الاستعمارية. يعني قالوا خلاص انه العولمة قدرت تهزم الخرافات بتاعت السحر اللي مشتهر بيه المرابطين في الجزائر. برضو نرجع لتفسيرات السحر عند العلماء والمفكرين. في رأي ما بين المفكرين، والرأي ده خرج بيه أيام في انجلترا. في وقت من الأوقات كانوا بيعملوا محاكمات للسحرة، وكانوا بيعدموا النساء اللي بيتم اتهامهم بالسحر. فكان بيجتمع بالنساء دول، ووصل لاستنتاج ان هو النساء دول محتاجين يتعالجوا، مش محتاجين ان هم يتم اعدامهم، لانه لقى انه اغلبهم بيتعاطى اعشاب معينه. الاعشاب دي بتعمل نوع من انواع الهلوسه، فهم لما بيتعاطوا الاعشاب دول هم ما يعرفوش، بيفتكروا ان هم انتقلوا لعالم اخر، وانهم بيتواصلوا مع الشيطان، وانهم فعلا بيعملوا اعمال سحر. فكان لما يتم القبض عليهم من السلطات كانوا فعلا بيعترفوا ان هم سحرة، لكنهم هم مش سحرة ولا حاجة. وكل الحكاية ان هم كانوا بيتعاطوا اعشاب بتسبب لهم ان هم يتخدروا ويشعروا فعلا ان هم قاموا بشعوذة، لكنهم ما قاموش باي حاجة. وكمان هم كانوا بيدوا الاعشاب المخدرة ديت لبعض الناس، فالناس دي كانت بتحس باعراض الهلوسة وبتفتكر ان هم تم سحرهم. فكانت الساحرة لما تيجي تعالجهم تخليهم يبطلوا الأعشاب دي، فبالتالي هي كده قدرت تشيل السحر. فتحس ان هو جهل كامل من الست اللي بتمارس السحر، وهو مش سحر ولا حاجة. وجهل كمان من الناس اللي مش عارفة نوع الأعشاب ديت، واللي افتكرت ان هو تم سحرها. برضو التفسير اللي ظهر ويمكن اللي بيدعمه أطباء نفسيين، إنه الناس لغاية القرن ال18 تقريبا ما كانوش يعرفوا عن مرض اسمه الاكتئاب، فكانوا بيرجعوا أعراض مرض الاكتئاب اللي احنا كلنا عارفينها وممكن نعاني منها في وقت من الأوقات. كانوا بيفسروا إن الكآبة اللي بتصيب الواحد وتغير المزاج والحزن، ان دي كلها حصلت عن طريق سحر وقع على الشخص، لانهم مش عارفين يفسروا طبيعة الاكتئاب ده. ونفس التفسير برضو حطوه على ان برضو مرض الهستيريا ما كانش معروف لغاية يمكن القرن ال18. فبرضو الناس اللي كانت بتصاب بالهستيريا او التهيؤات كان بيتخيل لهم ان هم معمل لهم سحر، وانهم فعلا انه حد اصابهم بلعنات ما. من التفسيرات الشهيرة برضو للسحر هو تفسير العالم طبعا فرويد.
وفرويد ليه رأي تقدر ترجعه شوية لعلم النفس، ان هو بيقول والله ان السحر هو خداع النفس. خداع نفس، انت تخدع نفسك بحيث ان انت بتستبدل الواقع بافكار خاصة وبتعتبرها سحر. وده رأي يمكن ناس كتير تقدر تدعمه، لانه رأي مقنع انه فعلا الناس اللي في ناس بيبقى عندها امراض نفسية وبتخدع نفسها انها عندها نوع من انواع السحر او نوع من انواع المس او غيره، وهم بنفسهم افكارهم الخاصة هم اللي بيخلقوا الهالة اللي بتكون حواليهم واللي بتخليهم يعتقدوا ان هم فعلا مصابين بالسحر. النقطة اللي بعد كده ان هو مكانة السحر في الاديان. السحر تم ذكره في كافة الكتب السماوية، يعني في القرآن الكريم تم ذكر السحر قرابة 60 مرة، وتم ذكره في التوراة، وتم ذكره في إنجيل العهد القديم والعهد الحديث. وعندك ممارسات في كافة الأديان بتحميك من السحر، زي آيات القرآن المخصصة إن هي تحميك من السحر ومن مس الجن ومن غيره. فباعتراف كافة الأديان في وجود للسحر، لكن ما نقدرش نتأكد فعليا ما هو السحر. لكن ببساطة عندك انت العين هي نوع من انواع السحر. يعني انت لما تبص لشخص بنظرة حسد فانت بتحسده، ده نوع من انواع السحر. قد يكون السحر المذكور في الكتب السماوية هو السحر اللي هو انه شخص بيحسد شخص، لكن السحر اللي هو ممارسة التعويذ، وان التعويذة تجيب مرض لفلان او تعويذة تموت فلان او تعويذة تشفي فلان، ديت ملهاش اصول ومش متفقة مع العلم. دي كانت قراية بسيطة عن تاريخ السحر ومكانته في المجتمعات. بشكر اي حد شاف الفيديو، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل له شير. والسلام.